اول ما طلعت تتشحتف وتعيط وتقول رماني وسابني وقفل عليا وحبسني ولا في ميه ولا في نور ولا في كهرباء ولا في اي حاجه. الناس كلها اتعاطفت معاها وقعدوا يسبوا للراجل وقطعوا في فروته وهاجموه وبهدلوا الدنيا. ما خدوش بالهم خالص ان المحامي بتاعها طلع في فيديو قال انا اللي قلت لها تروح الامارات وترفع عليه قضايا هناك. ما دوروش خالص، ما خدوش بالهم ان الست دي رافعه على جوزها قضايا وعايشه معاه طب ايه اللي خلاه ينزل ويحبسها ولا يسيبها في الشقه من غير خدمات ولا في ايه بالظبط؟ لما طلع بقى جوزها وقال يا جماعه والله الست دي انا فوجئت ان هي موجوده في الامارات وانا ما اعرفش موجوده بقى لها اسبوعين، وفجاه لقيت مكتب التسويه باعت لي يقول لي مراتك رفع عليك قضايا نفقات وتصالحنا مقابل ان هي تاخد 2000 درهم كل شهر. وجيت انزل اجازه قالت لي ماشي، وبعد كده اتصلت بحد، وبعد ما اتصلت بحد تقول لا مش نازله مفيش نزول وانت ما تنزلش. طب انا عندي اجازه وعايز انزل اشوف اهلي. نزلت قلت له خلاص خليكي. طلعت عملت الفيديو. الراجل بقى لما نزل مصر اتصدم صدمه عمره يا عيني على المطار. هو في المطار لقى عليه حكم ست شهور حبس، ولقى عليه قضايا واحكام ونفقات وقضيه طلاق وقضيه قايمه يلا لا لا. واكتشف ان كل ده معمول بطريقه شمال. القضايا كلها مرفوعه بعناوين مش عناوين، ولا هو ولا اهله يعرفوا عن المواضيع دي حاجه. واكتشف بقى ان الست هانم اللي سافرت الامارات من غير ما يعرف، قعدت في الامارات اسبوعين من غير ما يعرف، رفعت عليه قضايا، اتصالحت معاه واخدت منه كل شهر 2000 درهم وهو مرتبه ما يجيبش 2500 درهم. يعني بتاخد 2000 درهم لوحدها من مرتب، بيدفع ايجار، بيدفع خدمات ميه وكهرباء ومواصلات واكل وشرب. منين ده كله؟ مش مكفيها ومش عاجبها. ماشيه والمحامين في مصر هم اللي عمالين يوجهوها ويقولوا لها تعمل ايه وما تعملش ايه. واكتشف ان هي اللي متصالحه معاه وطالبه منه مبلغ وقدره كل شهر، رافعه عليه قضايا في مصر. طب انت متصالحه معايا وبتاخدي مني فلوس كل شهر. واحده بتاخد من جوزها فلوس كل شهر مقابل انها تتصالح معاه. مش مطلقه، هي مش طليقته علشان تاخد منه فلوس نفقات لابنه ولا لعياله، لا لا لا، ده مراته عايشه معاه. خلي بالكم من الحته دي. تاخد 90% من مرتبه وهو المسؤول عن الباقي كمان. خلي بالكم برضه من الحته دي. طب انت متصالحه معايا، انا دلوقتي مراتي متصالحه معايا وبديها كل شهر مبلغ. القضايا اللي مرفوعه في مصر دي ايه؟ احنا متصالحين. احنا لما يكون بيني وبين واحد قضايا ورحنا اتصالحنا القضايا بتتشال. لكن انا انزل مصر ابقى انا بره مغترب، اجي انزل مصر الاقي نفسي عليا قضايا حبس، مراتي جايبه لي حبس، وبعد ده كله تطلع تعمل فيديو تتشحتف. قال ايه انا سبتها ونزلت مصر؟ طب انا عندي اجازه عايز انزل اشوف اهلي. انا عايز انزل اشوف اهلي، هي اللي رافضه تنزل. طب انا اعمل ايه؟ انا بقول لك انزلي تقولي لا مش نازله. طب انا مالي؟ انا بقى عايز انزل اشوف اهلي. انت اللي مش عايزه تنزلي، انا ذنبي ايه؟ ماشي، عملت الفيديو قعدت تعيط وتشحتف ورميني وحابسني وي 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 وما ذكرتش اللي هي بتاخده منه. خلي بالكم الحته دي. ملايين عملوها ترند وطلعوا ميتين الراجل وقطعوا في فروته وبهدلوه وشتموه. طيب الملايين دي النهارده بعد ما عرفوا الحقيقه ما طلعتوش قطعتوا في فروتها ليه؟ ما دفعتوش عن الراجل المظلوم ليه؟ ابدا. هو الراجل مظلوم، هي الست تطلع تعيط. ما المفروض ما نسمعش للراجل ده. الراجل ده كائن ايه؟ ده مين الراجل ده عشان نسمع له؟ مين ده يا جدعان عشان نسمع له؟ هي الست مظلومه. لا هي الست مظلومه. هي الست طلعت قالت انا مظلومه يبقى مظلومه. الست طلعت تعيط يبقى خلاص انا مظلومه، هي مظلومه. اتقوا الله بقى، اتقوا الله. زي ما طلعتوا قطعتوا فروه الراجل وبهدلتوه وشتمتوه ومرمطتوه، اطلعوا دافعوا عنه بقى. اطلعوا اشتموها هي بقى. اطلعوا. عايز اسمع كده. مش لاقي حد من اللي كانوا عمالين يقطعوا فروه الراجل بيغلط في الست. مش لاقي، والله ما لاقي.